ونفخنا في بوق قامت ثورة. وده مش كلامي، ده كلام علماء الآثار اللي ربطوا الثورة بلعنة الفرعون الصغير. وساعتها زي حواس قلب سخرية وهو بيضحك، الثورة قامت بسبب البوق. لو بتصدق في لعنة الفراعنة يبقى الفيديو ده ليك، ولكن قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل الحكايات اللي هتنزل على القناة. انا كريم بنزيما من سكرين فروم هيستوري. تخيل معايا بتدخل سرداب تحت الارض والهواء اللي بتتنفسه طالع من ممر مقفول من ايام الفراعنة، وبتلمس بايدك كنز ما فيش زيه في تاريخ البشرية. ودي مش اسطورة، انا بحكي لك قصة حقيقية حصلت على ارض الواقع. دي كانت لحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ امون، مقبرة الفرعون الصغير. في 4 نوفمبر سنة 1922 كان عالم الاثار البريطاني هوارد كارتر بيقود بعثة استكشافية في وادي الملوك في الاقصر، وبدعم مالي من اللورد كارنفون. بعد سنين طويلة من الحفر والتنقيب ما وصلوش لأي حاجة، والكل فقد الامل الا كارتر. وفي يوم من الايام احد العمال اكتشف درجة حجرية مخفية تحت الرملة، وبعد شوية حفر ظهر سلم نازل تحت الارض موصل لباب مختوم عليه ختم ملكي. الختم ده كان ختم توت عنخ امون. وساعتها كارتر وقف قدام الباب وكتب في مذكراته الجملة الشهيرة بتاعته: I see wonderful things. انا شايف اشياء رائعة. كان اول مرة يتفتح فيها قبر فرعوني سليم بالكامل من غير ما يتنهب او يتدمر. دخلوا ولقوا الاف القطع الاثرية، عربات حربية، تماثيل، اسلحة، مجوهرات، ومجموعة ادوات مذهبة. والمفاجأة الكبرى تابوت ذهبي ضخم في مومياء الفرعون الصغير توت عنخ امون. لكن كان في حاجة تانية جنب التابوت محدش خد باله منها، أداة غريبة ومخيفة تشبه البوق بالظبط. محدش يهتم بيها في الأول، بس كانت هي مستنية لحظتها علشان تصنع تاريخ تاني. لو سمعت صوت جاي من آلاف السنين، صوت ما كانش المفروض تسمعه أصلا، هتسكت ولا هتفتح الباب للغموض وتحاول تتخيل اللي حصل ساعتها؟ من وسط آلاف القطع اللي اتجمعت من المقبرة كان في بوقين صغيرين، واحد من الفضة والتاني من البرونز المطلي بالذهب. الاتنين كانوا مدفونين مع الملك كأنهم ليهم دور مقدس في رحلته للآخرة. البوقين دول عمرهم أكتر من 3300 سنة، وده بيخليهم أقدم آلات نفخ موسيقية مكتشفة في العالم. العلماء وقتها افتكروا إنهم ممكن يكونوا بس ديكور أو رمز ديني، لكن اتأكدوا بعد كده إنهم آلات موسيقية فعلية. وعلى سطحهم كان منقوش أسماء آلهة كتير زي أمون ورع وحتى الإله حورس، وكمان اسم الملك توت. البوق الذهبي كان أضعف في التركيب لأنه اتصنع من أكتر من معدن، لكن الفضي كان متماسك، وده اللي لعبوا عليه. مرت السنين وفي سنة 1939 المتحف المصري بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC قرروا يعملوا حدث تاريخي، عزف مباشر على بوق فرعوني لأول مرة في التاريخ. البوق اللي خرج من مقبرة مغلقة بقالها آلاف السنين هيتعزف عليه في بث مباشر عالمي، العالم كله هيسمعه. البعض كان متحمس، لكن اللي حصل بعد كده قلب كل حاجة. في أصوات لما بتسمعها بتحس إنها مش جاية من الدنيا دي، صوت خرج من بوق ميت من 3300 سنة، أنت متخيل؟ وبعدها حصلت كوارث محدش كان يتخيلها. في مارس سنة 1939 وقف الجندي البريطاني جيمس تاب قدام ميكروفون هيئة الإذاعة البريطانية BBC داخل المتحف المصري، حاطط البوق الفضي بين إيديه، والمذيع ريكس كينج بيستعد للبث المباشر. العالم كله كان مستني يسمع الصوت اللي ما اتسمعش من وقت الملك توت. وفي اللحظة اللي نفخ فيها الجندي البوق طلع صوت غريب ومرعب مش طبيعي، صوت كأنه بيشق الزمن نصين. الناس اتخضت، البعض قال الصوت كان مرعب، والبعض التاني قال ان في حاجة مش مريحة حصلت في الجو وقتها. بعد العزف على البوق ما عداش شهرين والحرب العالمية التانية قامت في سبتمبر سنة 1939. هل دي صدفة؟ يمكن تكون صدفة، لكن الغريب ان البوق ده اتعزف عليه 4 مرات، وكل مرة اتنفخ في البوق حصلت كارثة على الكوكب. أول مرة سنة 1939 من الإذاعة البريطانية العالمية، وبعدها بوقت قصير جدا قامت الحرب العالمية الثانية. المرة الثانية سنة 1967، وبعدها بما فيش قامت حرب 67 في مصر. المرة الثالثة سنة 1990، واللي بعدها على طول قامت حرب الخليج. المرة الرابعة والأخيرة قبل ثورة 25 يناير بأسبوع واحد بس كان الوفد الياباني في المتحف المصري بيعزف على البوق، وساعتها زي حواس قال وهو بيضحك: الثورة قامت بسبب البوق. هل كل ده صدفة؟ ما اعتقدش انه صدفة. ساعتها عالم الآثار هوارد كارتر قال ان على جدار مقبرة الملك توت عنخ آمون كان في جملة بتقول: سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك.
يبقى اللي حصل بعد فتح المقبرة ما كانش صدفة. البوق نفسه اتكسر مرة بعد محاولة عزف فاشلة وتم إصلاحه بمادة جديدة، لكن من ساعتها محدش اتجرأ يعزف عليه تاني والناس بدأت تتكلم. هل البوق ملعون؟ هل صوته بيصحي لعنة الفراعنة؟ ساعات مش لازم تسمع صوت علشان تعرف انك في خطر، بس لما البوق اتعزف ناس ماتت والصدف بقت كتير جدا. بعد عزف البوق بدأت تحصل وفيات غامضة في محيط كل اللي شاركوا في الحدث أو قربوا من مقبرة توت عنخ آمون. خلينا نبدأ بأشهرهم. اللورد كارنافون الممول الأساسي للبعثة اتوفى سنة 1923 بعد شهور قليلة جدا من فتح المقبرة، وسبب الوفاة كان غريب جدا، لدغة ناموسة، بس الجرح اتلوث ومات بعدها بكام يوم. والغريب هنا إن سبب وفاة توت عنخ آمون كان جرح في الوش في نفس المكان بالظبط اللي الناموسة قرصت فيه اللورد كارنافون وكانت سبب في وفاته. هل دي صدفة؟ وكمان في لحظة موته كل أنوار القاهرة اتقطعت فجأة في نفس اللحظة بالظبط. اخو اللورد كارنافون وناس من اسرته ماتوا في ظروف غامضه بعد زياره قبر توت عنخ امون. المذيع ريكس كينج اللي عمل البث المباشر بتاع البوق اتعرض لحادثه سياره وفضل يعاني صحيا لحد ما مات. الجندي جيمس تاب قال بعدها انه حاسس انه بيطارد من حاجه، واعتزل بعدها الحياه والدنيا والناس ودخل في حاله اكتئاب تسببت في وفاته. وعلشان كده اتربط البوق باسطوره لعنه الفراعنه اللي كانت بتقول ان اللي يزعج راحه الملوك هيتعاقب. بس هل ده معناه ان كل اللي حصل كان بسبب البوق، ولا الناس ربطت احداث كتير ببعض علشان تدور على تفسير؟ هل ممكن أداة موسيقية تغير مجرى التاريخ؟ هل ممكن بوق واحد يربط صوته بين زمانين؟ والأهم من ده كله، هل في حاجة أصلا اسمها لعنة الفراعنة؟ من سنة 1939 لحد النهاردة البوق محفوظ في المتحف المصري الكبير ومعروض كقطعة نادرة مش بس أثرية لكن أسطورية. المرشدين في المتحف المصري بيحكوا الحكاية بحذر، محدش بيعزف عليه تاني. حتى لما طلبت شركات الإنتاج تسجيل صوته تم الرفض على طول لأسباب أمنية وتقنية. العلماء بيقولوا إن كل الحوادث دي ممكن تكون صدفة وإن اللعنة مجرد خرافة، بس اللي عاشوا اللحظة دي زي أحفاد كارنافون أو أفراد بعثة كارتر بيقولوا إنهم عمرهم ما شافوا حاجة زي كده في حياتهم. ولكن الناس بتحب القصص اللي فيها غموض، بس لما الغموض ده يتحول لحقيقة بيبقى فيه خوف، واللي عاشوا مع البوق ده شافوا خوف حقيقي. والسؤال هنا اللي لسه مفيش حد قادر يجاوب عليه لحد النهاردة، لو فكرنا نشغل البوق ده تاني إيه اللي ممكن يحصل؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتنزل على القناة. وقول لي في الكومنتات انت مصدق ان في حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ انا كريم بنزيما من سكريم فروم هيستوري، صرخة من التاريخ.